السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. نتمنى يلقاكم هذا الفيديو وانتم في افضل الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم حلوه اولا واحد الكاطو بالكريم اللي كيجي رائع بزاف، كيجي سهل، كيجي ناجح بدون جينواز وبدون فرن. نتمنى تتبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر ويعجبكم، وإلا عجبكم ما تنسوش تخليوا لي تشجيعاتكم. نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه لمقادير الكيك غادي نحتاج 4 ديال البيضات بحراره المطبخ. غنحتاج كذلك الكاس د العنبه ديال سكر سنيده، كاس د العنبه ديال زيت المائده، كاس د العنبه ديال الحليب، 2 كيسان د العنبه ديال الدقيق الخاص بالحلويات مع 2 خمارات، 2 ساشيات ديال الكاكاو و2 ديال الفاني. غناخذ البيض ديالي غادي نضيف له قبيصه ديال الملح، نضيف له الفاني، وغادي نبدا نضيف سنيده تدريجيا، وانا كنخلط بالخلاط الكهربائي حتى يتضاعف ليا الحجم ديال البيض. من بعد ما تضاعف الحجم ديال البيض غادي نبدا كنضيف الزيت حتى هو تدريجيا، وفاش نسالي الزيت غادي نعاود نفس الشيء بالنسبه للحليب. من بعد ما نسجموا ليا جميع المكونات غادي نبدا في اضافه النواشف. غنبدا كنضيف الدقيق بالتدريج مع الكاكاو والخمارات. بالنسبه للدقيق فانا غربلته من قبل، عندي هنا 2 ديال الكيسان د العنبه، وفي الاخر غادي نقول لكم شحال هزات ليا بالضبط، حيتاش الكميه ديال الطحين غادي تختلف على حسب النوعيه ديالو. غادي نبدا كنخلط في هاد المكونات مزيان بواحد الفوي. من بعد ما خلطت العجينه مزيان شوفوا راه هزات ليا ديك 2 كيسان كاملين، 2 كيسان ديال الدقيق اللي هما 300 غرام. شوفوا معايا الخليط كيفاش كيكون، هذا هو القوام ديالو، القوام ديال الكيك العادي، واخا غادي يطيب في المقله فالقوام ديالو راه باين. شوفوا معايا العجينه كيفاش كتجي. صافي انا هنا غادي ناخذ واحد 3 ديال لي بول فين غادي نقسم هاد العجينه، نحاول نقسمها بالتساوي باش يجيوني لي كيك نفس الحجم. هانتوما قسمت العجينه على 3، خديت مقله اللي دهنتها بالزبده، درت ليها بابي كويسون وعاودت دهنتها بالزبده باش نتجنب ان العجينه تلصق ليا اولا الكيك فاش يطيب يلصق. صافي غادي نخوي الجزء الاول في المقله، غادي نسرح كيف كتشوفوا بواحد المعلقه.
نضرب المقله شويه باش يستوى ليا السطح، وغادي نغطيها بواحد الغلاقه اللي غادي تكون حاكمه ليا ديك المقله باش ما يبقاش يخرج ليا منها البخار. والعافيه راه عافيه مهيله، كتاخذ تقريبا 15 دقيقه في الطياب ديالها. غادي نغطيها نخليها تقريبا 15 دقيقه ونعاود نطلع عليها. صافي هنا من بعد ما دازت 14 دقيقه بالضبط غادي نقيسوها من الفوق، غنلقاو باللي راها نشفات في هذا الاثناء، راها طايبه. غير هو غادي نعاود نقلبها على على الوجه ديالها عفوا، نزيدها واحد شويه ديال الوقت عاد نحيدها. من الضروري انكم تدهنوا حتى البابي كويسون، تعاودوا تدهنوه بالزبده اولا الزيت باش ما تلصقش ليكم. صافي هنايا بارك عليها، انا غادي نحيدها دابا نحطها تبرد، وغادي نكمل بنفس الطريقه بقيه الاجزاء اللي عندي ديال العجينه. كيف شفتوا عاودت خليت المقله بردات دهنتها، ونعاود نفس العمليه. هنا من بعد ما طابت ليا الكيك ديالي، شوفوا معايا كيفاش كتجي تبارك الله، كتجي خفيفه وكتجي هشيشه بزاف بزاف. انا هذيك راه تهرست ليا ولكن ماشي مشكل، غادي نخبيها في المول فاش نبغي نمونطي. هذا هو المول باش غادي نقطع هذا الكيك، وهو اللي غادي نمونطي فيه هو نفسه. ندوز دابا نحضر الكريم. عندي هنايا 500 مليلتر ديال الكريمه السائله، كريمه تكون بارده باش تطلع معكم بالزربه. من بعد ما طلعتها غادي نقسمها على جوج. النص غادي نكهو بالشوكولا، فعندي هنا 100 غرام ديال الشوكولا السوداء الدائبه، وعندي ساشي ديال الخميره اولا ساشي ديال الكاكاو. غادي ندرب هاد المكونات مزيان حتى تكون ليا كريمه ديال الشكلاط. نخليها جانبا وندوز نحضر كريمه ديال الكراميل اللي غادي نضيف ليها 2 علب ديال دانيت كراميل، و2 معالق كبار ديال نيسلي كراميل. من بعد ما حضرت جميع العناصر اللي غادي نحتاج، فكيف كتشوفوا هنا الجينواز ديالي كيفاش كتجي تبارك الله. شوفوا غير حاولوا باش ديروا نفس القياس باش يجيكم قد. هنايا الكريمه ديال الشكلاط، هنايا عندي الحليب باش غادي نسقي الكيك، وهنا عندي الكريم ديال الكراميل. بالنسبه للحليب تقدروا تضيفوا له القهوه اولا تقدروا تضيفوا له الكاكاو، كيبقى لكم الاختيار. غادي نبدا في المونتاج بسم الله. غادي نوضع الطبقه الاولى ديال الكيك، غادي نسقيها بالحليب. غادي ندير الطبقه الاولى ديال الكريمه ديال الكراميل. انا استعملت البوش باش تجيني الطبقه مستويه. من بعد ما سرحت الكريمه مزيان غادي نضيف الطبقه ديال الكيك. كيف كتشوفوا هذه اللي تهرسات هي اللي غادي ندير دابا باش نخبيها باش ما تجينيش باينه، وغادي نسقيها كذلك. غادي نضيف الطبقه ديال الكريمه ديال الشكلاط.
من بعد ما سرحتها غادي نضيف الطبقه الاخيره ديال الكيك ونحاول نبرك عليها شويه باش يمشيو ليا الفراغات اللي كيكونوا في الكريمه. نسقيها مره اخرى ونضيف الكميه اللي تبقات ليا ديال الكريمه ديال الكراميل. من بعد ما سرحتها غادي نغطيها بواحد السلوفان ونوضعها في الثلاجه تشد في راسها تقريبا 4 ديال السوايع. خليتها هنايا من بعد ما جبدتها انا خليتها غير في الثلاجه، ولكن الثلاجه بارده مزيان يعني راه تماسكات وشدات في راسها. غادي نسخن شويه الجوانب ديال هذا الاطار باش نحيدو. ما تحلوش الاطار خصكم تطلعوه باش الكريمه ما تشققش. صافي غادي نبقى كنطلع في هذا الاطار. كيف شفتوا راه تحيد بسهوله يعني ما لقيناش فيه شي صعوبه باش نحيدوه. هذا الشكل ديالها كيفاش كيكون. غادي ناخد شويه ديال الكريمه الشكلاط اللي شاط لي قبيلات وغادي نبدا كنطالي بها الجناب ديال هذا الكيك. كيف كتشوفوا غادي ندير معلقه ومن بعد غادي نحاول نسرحها مزيان في الجناب باش يعطيني الشكل زوين. بالنسبه للكاناش باش غادي نزوق فانا خديت هنا شوكولا سوداء مع الحليب. الشوكولا السوداء خديت 80 غرام والكميه ديال الحليب غادي نبقى كنضيفها حتى نحصل على القوام اللي بغيت. ما غاديش نعطيكم الكميه ديال الحليب اللي استعملت حيت الشكلاط اللي غتخدموا به ما عرفتوش كي داير. يعني خذوا كميه ديال الشكلاط وبقاو تضيفوا الحليب حتى تحصلوا على واحد الخليط اللي غتقدروا تخدموا به. فانا وزعته على السطح ديال الكيك كيف كتشوفوا. هبطت واحد الدميعات وغادي نبدا كنزوق بحال هكا بواحد الوريدات ديال الكريمه. زوقت كذلك بشويه ديال لي سوغيز كيف كتشوفوا هنايا. وكيكون هذا الشكل ديال هاد الحلوه من بعد ما زوقتها. من بعد ما صوبت ليها الكلاصاج ديالها غادي نخليها في الثلاجه تتماسك وديك الكلاصاج يشد في راسو والكريمه تزيد تشد في راسها اكثر وكنقدموها. فهنايا من بعد ما خليتها 4 سوايع وحدين اخرين في الثلاجه كتجي صراحه زوينه. كاين الشكل ديالها زوين وبسيط. نتمنى انكم تجربوها وتعجبكم. انا غادي نقطع واحد المورسو باش تشوفوا كيفاش كيجي اولا كيفاش كيجيو الطبقات اللي لداخل. بسم الله. هذا الشكل ديال الكاطو كيفاش كيجي من الداخل. كيجيو الطبقات باينين كيجيو متماسكين وشادين في راسهم. نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال اعجابكم ونال استحسانكم. ما تنساوش الى عجبكم الفيديو تخليو لي التشجيعات ديالكم وتبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء والمقربين ديالكم. هكا غادي نكون وصلت لنهايه الفيديو. غادي نقول لكم بسلامه عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله.